الاتحاد بطل الدوري. هذه كانت أولى تصريحات أبو عمر الآن. قال بأنه الاتحاد حيكون بطل الدوري لهذا الموسم، وقال أيضا أنه الأهلي محتاج إلى 3 صفقات سوبر أجنبية في الفترة الشتوية، ظهير يسار وجناح يسار ومهاجم. نعم زي ما سمعت، مهاجم. يقول انه الاهلي ما ينفع يعتمد على ايفان توني مو المهاجم السوبر. والله كلام كبير سواء عن الاهلي وعن ايفان توني تحديدا، انه الاهلي بحاجه الى مهاجم ثاني غير ايفان توني، وتحديدا كمان على بطل الدوري. هو حسم بطل الدوري من الان وفارق فقط نقطتين عن الهلال الاتحاد، وكلنا شفنا قبل كم موسم الاتحاد كان يمكن 12 مدري 16 نقطه بعيد عن الهلال، والهلال جابه. من تتوقعون البطل؟ المنشطات يا اخوان، عاجل يا اخوان. وبحسب برا ال 18 يقول انه في نجم كبير ممكن الفترة الجاية يعلن عنه انه هو استخدم منشطات. من تتوقعون اللاعب؟ يقول ممكن. الى الان هو مو متأكد، ولكن في احتمالية كبيرة انه ممكن يكون استخدم منشطات، وهو نجم كبير وما اعلن محلي ولا اجنبي. مين ممكن يكون هذا؟ ما جاء في بالي والله ولا اسم. والله الصراحة جاء في بالي واحد ولا يكون هو الايفون الخربان حقنا، الله يخليكم ما احنا ناقصين، ولا يكون لاعب ثاني ولا مين. كريم بنزيما اليوم تحدث عن استضافة السعودية لكأس العالم 2034، ويقول انه السعودية الان تشهد تطور عالي جدا في الرياضة، ومن هنا ل10 سنوات قادمة السعودية حتكون جاهزة 100% لاستضافة كأس العالم لأقوى نسخة. أنا متأكد النسخة هذه حتكون تاريخية. ويقول كمان أنا أدعو الجميع إنه هو يجي ويشوف الشغف والرغبة عند المشجعين والجماهير في الدوري السعودي. يقول هذه الأشياء أنا ما أقدر أوصف لكم إياها، لازم تيجوا وتشوفوها بنفسكم. كلام اليوم بنزيما وقبله نيمار وكريستيانو. بإذن الله كأس العالم 2034 حيكون في السعودية، وحيكون أقوى كأس عالم عبر التاريخ. يلا انبسط عزيزي الهلالي، انبسط. ما في مباراة ثانية تقريبا من غير روبن نيفيز، ولا مباراة. روبن نيفيز حيكون جاهز لمباراة الاتحاد الأولى اللي بعد التوقف، جاهز وراجع لكم. يلا زبطتك، ها انبسط. بعد كل مباراة للهلال أشوفكم منزلين صورة روبن نيفيز أسود وأبيض أسود وأبيض أسود. هذا يرجع خلاص، ما عاد نبى نشوف الأسود والأبيض ذي ثاني، الله يخليكم. أنا بتكلم بشكل عام، ما أقصد شخص بعينه، لأنه الموقف ذا تكرر من أكثر من شخص، ونصراوية سواء مشاهير وجمهور يلوموا دائما كريستيانو رونالدو، والبعض يقول لك أنا أطالب بخروجه. طيب أنت تطالب بخروج كريستيانو رونالدو، أنت بكامل قواك العقلية. طيب أنت ما تشوف كريستيانو رونالدو إيش قاعد يسوي في الفريق؟ يقول واحد طلع قال إنه أنا ما ابغاه كتسويق، ابغاه في الملعب. طب كريستيانو هداف الفريق، كريستيانو هداف الدوري كامل، مو هداف الفريق. والله امر غريب جدا. يعني انت مستحمل ساديو ماني بالعفن اللي قاعد يقدمه، بروزوفيتش والمزاجيه العاليه اللي عنده، مباراه يبي يعطيكم، مباراتين ما يبي يعطيكم، 10 ما يبي يعطيكم بكيفه، تاليسكا واصاباته وغياباته، كل الاجانب عندك يبغى لهم تنظيف انت، وتجي تتكلم على كريستيانو اللي هو الهداف التاريخي للدوري؟ لا، ويقول لك انا ما ابغاه كتسويق. يا اخي لا، المفروض انه هذا نصراوي.